مرحبا بكم في منظور بنت 20 مصرية. والحقيقة أنا يعني مودي مش أحسن حاجة بصراحة من أول رمضان. مش عارفة ليه. هي حاجة ملهاش علاقة برمضان. أنا يعني I believe إنه الموضوع حالة. معرفش ليه دايما أنا رمضان بالنسبة لي وقت بيفكرني بحاجات معينة مختلفة قوي كل سنة. يعني سنة أكون في أمريكا، سنة أكون أول مرة أعيش لوحدي، سنة أكون كل سنة حالة مختلفة. مش عايزين نخش في تفاصيل. بس رمضان ده أنا مش عارفة ليه. مش عارفة أظبط اليوم، مش عارفة أظبط أفكاري. يعني في حالة كده أكيد يعني ناس كتير بتعيشها، لأن رمضان روتينه مختلف شوية. وأنا من النوع اللي يعني أنا شخصية روتينية قوي. يعني كل حاجة بعملها في وقت معين، مش عشوائية يعني. مع ان انتوا ممكن تحسوا ان انا عشوائيه عشان موضوع الفيديوهات ده، بس عشان برضو موضوع الفيديوهات ده يعتبر يعني هوايه كده بعملها على جنب. فعشان كده مش حاطه لها مواعيد ومش مش حاطه لها تايم. وليه في ايه ده اصلا؟ مش حاطه لها تايم فريمز عشان ايه؟ ما ملش منها يعني، وبالتالي انتوا كمان ما تملوش منها. بس اللي عايزه اتكلم فيه النهارده هو الكتاب الثالث، وهو كتاب اسمه Think and Grow Rich. الكتاب ده برضو من الليسته بتاعت ال10 كتب اللي انا كنت قلت لكم عليها قبل كده. والحقيقه ان الكتاب ده اسمه اصلا من كتر ما هو بيزك وسيمبل خليك تحس انه Grow Rich وثينك معناها انه محتاجه افكر، محتاجه اشغل دماغي، انا محتاج يبقى في حاجات منتال بتحصل. فهنتكلم النهارده في 10 نقاط مهمة جدا ان انت تعرفها. وعايزة اقول لكم على حاجة برضو. يعني هو مفيش حد في الدنيا في هذا الكوكب بيقدر ان هو يقرأ كتاب ويطبق كل حاجة فيه. في حاجات تفوق قدراتنا، وفي حاجات ما تنفعش مع حياتنا، وفي حاجات يعني بتبقى بس حلو ان الواحد يبقى عارفها. يعني من باب العلم بالشيء، ومن باب ان الانسان يكون على دراية الحاجات بتحصل ازاي في هذا الكوكب يعني. ومن الحاجات اللي دايما controversial جدا وعليها علامات استفهام كتير هي الناس بتتغنى ازاي. يعني في generational wealth اللي هو الثروة المتوارثة، وفي اللي هي بتضرب معاه بالحظ، اللي واحنا بنبقى فاكرين انها ضربت معاه بالحظ، بس فعلا في بتيجي مع الهبل دوبل ساعات يعني، مش ننكر يعني. وفي اللي بيبقى لا ده ماشي على خطة. احنا بقى النهارده هنتكلم على الشخص اللي ماشي على خطة. ومعلش ان انا بوشوش لان يعني الفجر قدم وانا صايمة ومش عايزة ايه اتخنق بسرعة، فعلى الهادي يا زبادي. النقطة الاولانية بتتكلم عن ان انت لازم يبقى عندك رغبة حارقة وهدف. انت عارف انت اللي هو بتسأله وهو عنده 5 سنين كده نفسك تطلع ايه يا حبيبي، يقولك دكتور، ويطلع دكتور فعلا. اهو ده بقى اللي بيبقى حاطط في دماغه هدف وماشي وراه ماشي وراه زي ايه؟ زي البقرة في الساقية كده يعني. نو اوفنسي. بس هو فعلا في ناس الرغبة او انه بجد عنده موتيفيشن غير طبيعي، عنده حافز غير طبيعي ان هو يوصل لحاجة معينة في حياته، بيوصل لها. لان هو بيبقى ده الهدف الاوحد، ده بيبقى السنتر بتاع حياته ان هو يوصل للهدف ده. طب هتقولي يا نور نوصل لهذه المرحلة ازاي؟ بص يا حبيبي، اقول لك على حاجة، او يا حبيبتي يعني ايا كان مين. انا بلاحظ ان الناس اللي هي جايه من باك جراوند، او مش جايه من باك جراوند، جايه من طفوله صعبه، حياه قاسيه، مرت بحاجات صعبه جدا في حياتها، من عدم تقدير من الناس، عدم احترام من الناس، بسبب طبعا الامور الماديه وغيرها، الحاله الاجتماعيه وغيرها. هم دول اللي بيبقوا دايما عندهم الحافز ده. والحافز ده بيجي من خلال انهم عايزين يثبتوا نفسهم لنفسهم وللناس. فده بيبقى معمي بفكرة ان هو لازم ينجح، لازم يحقق اللي هو عايز يحققه ده. طيب ممكن نقول ان المشاعر دي سلبية وأدت الى شيء ايجابي، ولكن في مشاعر تانية بتبقى ليها علاقة بقى بالشغف وبالحلم وبالحاجات دي، برضو بتؤدي لنفس النتيجة. فنقدر نقول ان اي طاقة
او اي احساس داخلي جواك بالشغف، بالانتصار، بالانتقام، كل الاحاسيس دي تقدر تحولها لنجاح ملموس. فدي اول نقطة. طيب النقطة التانية هتقولي هو ده كفاية ان انا احقق النجاح، ان انا اتغني، ان انا اعرف اعمل حاجة تنجحني وتخليني كده نقب بقى على وش المية والفلوس تجري في ايدينا؟ هقول لك لا. كل حاجة في الدنيا معادلة، والمعادلة دي لما تكتمل الايتمز بتاعتها او الاليمنتس بتاعتها بنوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. فالمعادلة دي بتكتمل، احنا معانا 10 حاجات فاحنا هنتكلم عليهم كلهم. تاني حاجة ان انت مش هينفع يبقى عندك الرغبة الخارقة دي من غير ما تبقى مصدق، فعلا مصدق نفسك. مصدق نفسك. لو انت مش مصدق نفسك، الرغبة دي ممكن يعني تعملها كده، تعملها كده، تاخدها كده وتروح ترميها ايه في اقرب باسكت في بيتكم. للاسف الرغبة لوحدها مش كفاية، لازم تكون انت عارف، حتى لو مش عارف ازاي، بس انت عارف ان انت تقدر تعملها. ازاي؟ معرفش، ممكن تبقاش انت لسه عارف. انت لما تقعد بقى، يعني النقط اللي جايه هتساعدك تو كونكت ذا دوتس، يعني ان انت تقدر تلحم كل الحاجات مع بعض. هتقولي اصدق نفسي ازاي؟ اشتغل على حاجات ليها علاقه بان انت تصدق نفسك. يعني ان انت تحب نفسك كفايه، ده شيء مهم جدا. ان انت تبتدي تعمل انجازات صغيره فتثبت لنفسك ان انت تقدر، فده جزء برضو من الموضوع. ان انت الشغف اللي جواك ده بيدفعك، هو المفروض يكون عامل كبير قوي ان هو يدفعك ويزقك ناحيه ان ايه، ان انت تاخد الاوكي من نفسك، انه مبقاش داخل على حاجه وانا اصلا مصدق ان انا ما اقدرش اعملها. طب ما انت هتعملها ازاي؟ وبعدين الواحد لما بيقول انا ما اقدرش اعمل، خلاص كل حاجه بتنتهي عند هذه الجمله، انا ما اقدرش. فخلاص مخك مش هيشتغل، مش هتدور على حلول، مش هتدور على حاجه تساعدك، مش هتدور على طريقه تحل بيها الموضوع او توصل بيها للحاجه اللي انت عايزها، لان انت مخك وقف عند كلمه انا مش هقدر. فخلاص انت كده ايه، نهيت القصه وقطعت الصفحه وبص بوظت الدنيا. النقطه دي لذيذه قوي وانا كنت بعملها بشكل تلقائي. انه كنت دايما، انا هقول لكم ايه هي الاول وبعد كده هقول لكم انا كنت بعمل ايه. هي بيقول لك ان انت تستخدم الكرياتيفيتي والابداع بتاعك علشان تطور من افكار معينه. وبيقول لك ان انت ازاي يبقى عندك اوريدي، عندك افكار موجوده في دماغك. يعني انت عايز تعمل البيزنس الفلاني، عايز تفتح حاجه، عايز تدرس حاجه، عايز تاخد كورس في حاجه، ايا كان الايديا او الفكره اللي اوريدي موجوده في دماغك. ازاي تستخدم الابداع والكرياتيفيتي وان انت تطلق العنان كده لمخك وتسرح وتروح في حتت وبتاع، ان انت تطور الافكار دي لافكار تانية. انا كنت دايما اعمل حاجه كده ليها علاقه بالموضوع ده، يعني ان انا كنت احط خطه كده معينه لحاجات انا عايزه اعملها، واسيب الورقه او اسيب الكراسه على جنب يومين 3. انا حطيت خلاص ايه النقط، البوليت بوينتس والخطوط العريضه. تمام. انا عايزه مثلا ايه، اغير من شكلي، نقطه. انا عايز اكون شخص نشيط اكتر، نقطة. انا عايز ابتدي اكون قريب من ربنا اكتر، نقطة. تمام. دي الخطوط العريضة. وانام واقوم وانام واقوم، وبالليل قبل ما انام اقعد اسرح شوية كده. طب انا لو عايزة ابقى نشيطة انا ممكن اعملها ازاي؟ طب انا لازم انزل بقى في الشمس شوية كده عشان الشمس تشجعني، واروح بقى ادور على جيمات جنب البيت عشان اروح الجيم، وابتدي بقى مثلا افرك كده في البيت شويه، اشوف ايه الادراج اللي انا كان نفسي انظمها من زمان وما نظمتهاش، الدولاب عندي يضرب يقلب مثلا ممكن اعمله بكره. تبتدي الافكار اللي انت حاططها على الورقه دي لما تسرح بخيالك. انا طبعا بديكوا مثال صغير بس عشان تفهموا الفكره. لما تسرح بخيالك الافكار دي تبتدي تتشعب ويطلع منها افكار تانية. ممكن يطلع لك فكره كرييتيف، ممكن يطلع لك فكره حاجه انت معملتهاش قبل كده، حاجه جديده تحمسك ان انت اكشلي تطبق البوليت بوينت بقى اللي انت حاطه في الاول دي. طب انا عايزه اغير من شكلي، طب انا ممكن اروح فين؟ تدور على انستجرام، طيب انا ايه المكان اللي ممكن اروح مثلا اعمل حاجه ديرما بلاننج مثلا في وشي، ولا اعمل تريتمنت لشعري، ولا ابتدي بقى مخي يقعد يسرح. طالما انا حطيت النقطه الاساسيه اقدر ان انا اقعد يومين 3 4 5 ايا كان بقى، تسيب لنفسك السبيس
ان انت تقعد تطلع creativity out of this idea، حتى لو هي it's a business plan. عايز تعمل حاجة معينة لنفسك، عايز تعمل محل، عايز تعمل شركة، عايز تعمل، بص عيش بقى حياتك، انطلق. نقطة رقم 4 بقى، هي نقطة مهمة جدا لأي حد عايز يوصل لحاجة معينة قوي في دماغه. يعني أنا في دماغي حاجة معينة قوي، أنا لازم أتعلمها صح، ولازم أفهمها صح، ولازم أمشي وراها وأفصصها وأتخصص فيها. يعني أنت لو واحد خلاص هدفك وحلمك في الحياة والباشن بتاعك إن أنت تبقى سوفت وير انجينير مثلا، تخصص في الموضوع، break it down وامشي ورا كل حاجة وشوف تتعلمها ازاي وتوصل لها ازاي وتتخصص فيها ازاي. ليه بقى؟ الحاجات اللي من النوع ده يعني هي عاملة زي الصنعة، ولما بيكون في ايدك صنعة، الصنعة دي غير انها بتفتح لك فرص كتير جدا في الحياة وفي اسواق كتير جدا، مش بس السوق اللي انت في المكان اللي انت عايش فيه، وهي كمان بترفلكت عليك بسلف كونفيدنس، ان انت عارف ان انت معاك حاجة تقدر تبيعها للشخص اللي انت هتشتغل معاه، معاك حاجة تقدر انت تعمل بيها حاجة. فاهمني؟ انت معاك صنعة تقدر حتى لو ما اشتغلتش مع حد او عند حد تقدر انت تعمل ده بنفسك. فالصنعة، المهنة، التخصص، الحاجات دي ثمينة جدا وبتعمل منها فلوس كتيرة جدا. فانت لو ركزت على الصنعة والمهنة احسن من ان انت تشتغل وظيفة وخلاص بتعمل شغلانة اي حد غيرك يقدر يعملها وخلاص. فدي حدوتة تانية خالص، دي حدوتة سيرفايفل بقى. انت عايش عشان تعيش، مش موضوع بقى ما فيهوش بقى ان انا عايزه اجمع فلوس او عايز بقى اوصل لبوزيشن معين او عايز خلاص ده الباشن بتاعي، انا عايز ده يبقى الكارير بتاعي. This is a different story. If you want to make money لازم يكون في صنعة، لازم يكون في تخصص، لازم يكون في حاجة انت بتعملها مش اي حد يقدر يعملها زيك. النقطة دي بقى بتتكلم بقى شوية على ايه؟ عارفين كتاب The Secret بتاع law of attraction والحاجات دي؟ والله يا جماعه الحاجات دي فعلا انا معرفش طبعا. يعني انا كان نفسي في رمضان ده بصراحه يبقى عندي الوقت الكافي ان انا مش بس اختم القرآن، ان انا كمان اتدبر في كل معانيه بتاعت كل حرف فيه. وانا ناوي اعمل كده ان شاء الله بس بعد رمضان، عشان اقدر ان انا ابقى واخده راحتي وافهم كل حاجه فعليا يعني. بس كنت عايزه اعرف ايه اللينك بتاع الموضوع ده في القرآن، او لو في لينك اصلا لحاجه زي كده. ان انت فعلا، لان انا بحس ان ده بيحصل معايا انا فعلا، الحاجه اللي بقعد افكر فيها كتير بتحصل سواء وحشه او حلوه بجد والله. طب انا هقول لكم على قصه هي ممكن تكون مضحكه او مبكيه معرفش. انا من فتره كده ابتدى ناس من جيراننا جابوا موتور، تمام؟ والموتور ده من كتر ما هو مزعج انا كنت ما بطيق، مش طايقه، مش قاعده على بعضي في البيت. صوت الموتور مزعج جدا طول النهار، وانا شخص حساس جدا تجاه الاصوات. يعني ممكن في ناس تانية مفرقش معاها، يعني مثلا انا عندي ناس صحابي عايشين على صوت الموتور ده زي ما يكون ثيرابي، بيعملوا عليه مديتيشن عادي. انا لا، انا الاصوات بتسعدني جدا. وبعدين ما تنسوش ان انا يعني انا واحده كاتبه، فانا الهدوء بالنسبه لي جزء اساسي من يومي عشان اعرف انظم افكاري واعرف اطلعها على الورق. المهم قعدت فتره بقى اتخانق مع الجيران واطلع لهم، ويا جماعه الاول كنت بتكلم بالذوق، يا جماعه يا جماعه يا جماعه مفيش، لدرجه ان هم بيشغلوا الغساله على الموتور، فممكن الغساله بقى تقعد شغاله مثلا بالساعتين 3 الموتور ده ما بيسكتش. المهم من كتر ما انا مركزه في موضوع الاصوات ده، وعندهم تقريبا اطفال صغيرين طول النهار يلعبوا يدبدبوا على السقف وكده، وقصه بقى وحدوته كلهم هي نفس الجيران نفس الشقه. لدرجه بعد كده بقيت الاقي الناس اللي جنبنا في نفس يعني البرج التاني في العمارة بقوا يبتدوا يعملوا تشطيبات في رمضان، من اول يوم رمضان وهم شغالين بالصاروخ وبالشنيور وبالشاكوش واي اداة بتطلع صوت، من الساعة 10 الصبح للساعة 4 العصر. المهم ايه، احنا عندنا ايه بيت تاني يعني، فقلت انا هروح انام. مش قادره بقى يا جماعه، ما انت صايم ومش يعني هتصحى ولا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تعمل اي حاجه، فانت انت بلا هدف، انت صحيت مخضوض ومقروف بلا هدف. فخدت بعضي ورحت هنام في الشقه التانية دي. طالعه في الاسانسير اقسم بالله العظيم يا جماعه سامعه صوت حيطان بتتكسر، حد بيهد البيت على دماغه ودماغ اللي جابوه. ما كنتش مصدقه نفسي. انا كنت في الاسانسير كان معايا شنطه صغيره كده،
فيها طرحه الصلاه وبتاع وحاجات دي، عشان البيت التاني ده ما فيهوش اي حاجه، مهجور. الشنطه وقعت من ايدي كده في مشهد درامي غريب. بقيت باصه بقى للارقام اللي عارفين بقى للاسانسير وهو طالع بقى 3 4 5 6، وانا عماله ابص عليه كده وعيني دمعت ومبقتش عارفه اعمل ايه. اللي هو انا اصلا جايه انام عشان اعصابي بايظه، الاقيكوا بتهدوا الشقه اللي فوقينا. فابتديت بجد احس ان انا I am attracting الموضوع. انا عماله يعني من كتر ما بفكر في الموضوع انا عماله اشده ناحيتي، عماله اشد الازعاج ناحيتي، لدرجه في صدف اصلا، في صدف ما ينفعش تحصل يعني، عمرها ما حصلت. المهم يعني ده جزء من الحدوته يعني. فاللي عايزه اقوله لك في النقطه دي ان انت الحاجه اللي بتقعد تفكر فيها كتير بجد انت بتشدها ليك. انا معرفش بقى ده شيء علمي، ده شيء بقى حاجه روحانيات، انا معرفش ده ايه. بس اللي فعلا بجد يعني ان انت لما تقعد تفكر كتير اللي هو انا وحش، انا ضعيف، انا ما اقدرش، انا حساس، انا الناس كلامها بيأثر فيا، انا اصلا انا مودي لما بيبقى مش حلو مش عارف ايه. في ناس كتير قوي حاطه نفسها في سجون عقليه، عايشين في سجن عقلي، وانا كنت الشخص ده وما زلت في امور كتير في الحياه. ما تفتكروش ان انا بقعد ارص لكم الحاجات دي كلها انا بعملها في حياتي، لا ما بعملها، في حاجات ما بعملهاش، في حاجات ما اقدرش اعملها. بس انا عارفه ان انا ماشيه غلط لما بكون بعمل حاجه زي كده. فالواحد لما بيحط احكام على نفسه ايجابيه او مش احكام بقى في هذه الحاله، لو هي حاجات ايجابيه بتبقى القاب، انا شاطر، انا ذكي، انا نبيه، انا جميل. بس بيحط احكام اللي هو انا ما اقدرش، انا وحش، انا ضعيف، انا حساس، انا وهكذا. فانت المفروض تحول كل ده لكلام ايجابي تجاه نفسك، وتفكر نفسك كل يوم بقد ايه انت شخص ممتن جدا للحاجات اللي في حياتك، انت شخص عندك بوتنشل، انت تقدر، انت كده يعني، فاهمين؟ عند النقطة اللي كل الناس بتعطل عندها، انا مش جاهز، انا لسه ما الفكرة ما اكتملتش في دماغي، انا لسه اصلا انا نفسيا، اصلا انا ماديا، اصلا انا بتاع. في حاجات معينة يا جماعة في الحياة اللي ما عندوش قلب فيها ما عندوش رزق فيها. يعني انت لازم you have to take the risk، لازم تاخد اكشن. اوكي، you have to take action. لازم تصحى في يوم كده وتقول انا خلاص عملت القدر الكافي من الريسيرش، عملت القدر الكافي من التخطيط والبلاننج. This is time for me to take action. لو استنيت لحد ما تبقى جاهز 100% عمرك ما هتعمل، لان انت عمرك ما هتبقى جاهز 100%. مفيش حد في الدنيا بيبقى جاهز 100%. فما تتعبش نفسك في الحتة دي، اشتغل، اعمل ريسك، خاطر. ولما تخاطر ما تخاطرش بكل حاجة عشان ما تخسرش كل حاجة، ولكن خاطر بالجزء اللي تقدر عليه، علشان هي ما بتجيش غير كده. للأسف مفيش سيف سايد في الموضوع، مفيش مشي جنب الحيطة في الموضوع. في حاجات ما فيهاش مشي جنب الحيطة. انت يا اما تاخد الاكشن، تحط البلان، ترتبها، تعمل لها ستراكشر، تاخد الاكشن. ما تستناش لحد ما تبقى بيرفكت، ما تبقاش زيي. انا شخص يا جماعه قبل ما ببعت فايل انا بقعد احنتف في امه كلمه كلمه وحرف حرف، مع ان انا ممكن بعد كده يجيلي اديتس تخليني اغير الفايل كله. بس انا خلاص هو الموضوع كده، انا هقعد احنتف فيه عشان انا لازم اسلمه بيرفكت. مع انه هو ممكن يروح للشخص اللي المفروض يروح له، الاكونت مانجر ولا بروجكت مانجر ولا وات ايفر، يبص عليه يقول القرف ده. يعني تخيلوا انا بقى بقعد احنتف في حاجه ممكن تاخد ساعه اخلصها في 7 ساعات، وفي الاخر هو يروح يقول القرف ده. ده حصلت معايا مره في الجامعه، دكتور في الجامعه ايام ما كنت في كليه الهندسه، قعدت 16 ساعه برسم لوحه. وايه بقى، انتوا عارفين بقى العماره بقى وقرفها بالسنتي وبالملي وبالحنتوف وبالسنتوف. وفي الاخر الدكتور قام جاي باصص لها كده، اقل من ثانيتين كان مقطعها وكان معلم عليها كلها بالاحمر، ولما زهق تقريبا او القلم خلص قام مقطعها ورميها في الزباله. فانا اتعلمت من هذا اليوم ان انا ما اقعدش احنتف في حاجه، لكن جوايا لسه هذه البذره اللي محتاجه اكتمها واموتها يعني. بس بقول لك ما تبقاش زيي، تيك اكشن، تيك ذا ريسك، لانه في الاخر نو ريسك نو فن. النقطه دي بتتكلم على اهميه وجود خطه. مفيش اي حاجه هتعرف تنجزها في حياتك بدون خطه، تمام؟ مفيش حاجه اسمها يلا انا هعمل ده دلوقتي. مفيش حد بيعمل حاجه كده خالص. كل ده الكلام بقى اللي بتتكلموا عليه ده بقى غسيل اموال. ده اللي هو واحد معاه 5 مليار دولار وبكره قرر يفتح محل. انما احنا حضرتك ما عندناش الكلام ده.
انت لازم تجيب ورقه وقلم وتعمل بلان. انا اول مره خالص، انا ما حكيتلكوش بقى على المرحله اللي ما قبل سفري لامريكا. لما جات لي الفكره بسبب الظروف اللي انا حكيت لكم عليها قبل كده، انا كان عندي كراسه وكانت صفرة زي بتاعه الليمبي، كراسه صفرة، والكراسه دي تشهد على الكام شهر اللي انا عشتهم قبل ما اسافر. اولا انا باسبوري كان منتهي بقاله 15 سنه مثلا، وابويا كنت كل ما اقول له انا عايزه اجدد الباسبور يقول لي ليه؟ انت رايحه فين؟ انت قاعده معانا حبيبتي. طبعا انتوا عارفين ان انا ابويا ما كانش موافق خالص على موضوع السفر ده، فباسبوري كان محتاج يتجدد، وكانت ساعتها فلوس التجديد $160. طبعا انا بشتغل في مجله، باخد لي 1500 جنيه في الشهر، فيعني عامل ايه؟ لازم اخطط، لازم اشيل على جنب، ولازم ابقى عارفه انا بصرف كام، ولازم ابقى مش عارفه ممكن احط مثلا ساعتين 3 اوفر تايم عشان اخد فلوس اكتر عشان احطهم برضو على جنب. وقعدت عملت خطه طويله عريضه، وكل كلمه اتكتبت في الكراسه دي اتعملت بالحرف، بالحرف اتعملت، وكل مبلغ كان المفروض يتحوش اتحوش، ويمكن ازيد منه كمان. ما كنتش في يوم وليله هقول يلا انا بكره هسافر، ما كانش هينفع. ودي بكلمكم برضو على سكيل صغير، انت لو عايز تعمل حاجه كبيره او توصل لحاجه كبيره، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الشباب جين زي كلهم عايزين يفتحوا مشاريع وكلهم عايزين يفتحوا بيزنس، فانت عشان تفتح بيزنس لازم تقعد تعمل فيزابيليتي ستادي، وتروح بقى الكونسلتنت، وتروح بقى الديزاينر يعمل لك لوجو ويعمل لك، لازم تبقى حاطط خطه. ماشي؟ طيب نيجي بقى للجزء بتاع مش انت بقى، الناس اللي حواليك. انا هقول لك على حاجه، عايز تاخدها نصيحه مش عايز تاخدها نصيحه. وفي ناس كتير عامه يعني من دايرتي بينتقدوني بشده في الموضوع ده، لان انا شخص ما اقدرش اقول ان انا علاقاتي سطحيه بالناس يعني، بس انا علاقاتي متوازنه جدا مع الناس يعني، ولا احب ادخل قوي ولا احب ابقى من بره قوي، احب ابقى ايه، عادي عادي، لان انا جربت ده وجربت ده، وده مش حلو وده اوحش. هسيبكم لخيالكم بقى تشوفوا الحلو من الاوحش يعني. بس فانا وصلت في الاخر ان التوازن هو يعني قال ايه، حاجه جميله. فاللي عايزه اقوله من هذه النقطه ان الناس اللي حواليك معظم الاوقات مش هيكونوا اشخاص داعمين لرؤيتك ونظرتك للحياه واهدافك. تمام؟ لو لقيت او يعني انت ما شاء الله عندك ربنا رزقك بناس داعمين، فده حلو قوي وجميل قوي، وحافظ عليهم، وارجوك حاول ما تخسرهمش، لان دي عمله نادره. لو ده مش موجود، يبقى حاول تخلي اهدافك والحاجات اللي انت عايز توصل لها ما تاخدش اراء حد فيها، ارجوك، عشان ده هيقولك بلاش، وده هيحكي لك قصه واحد عمل وفشل، وده هيقولك يا عم افكس وتعالى نخرج، وده هيقولك مش عارف ايه، وده هيقولك مش هتخلص على اتفه حاجه يا جماعه. اتفه حاجه يعني نزله الجيم، محدش هيسيبك تروحها، صفحتين الكتاب اللي انت عايز تقعد تقراهم بعد الغدا بنص ساعه، محدش هيسيبك تقراهم. فاهمني؟ الصلاة لو انت بتتنطط كل يوم مش هتعرف تعمل روتين للصلاة. فأنا بقولك في حاجات معينة كده انت if you announce it هتلاقي باكلاش، او مش هتلاقي حاجة خالص. فانت هتحس انه ايه ده، يمكن الفكرة اللي انا بحاول اعملها دي فكرة مش حلوة، ده مفيش حد عاجبه الفكرة. طبعا انت لازم تستشير ولازم تبقى عارف، لان انت ممكن تبقى طلعت بفكرة يعني، ممكن تبقى طلعت بفكرة بطيخية عنبية يعني حمصية. فطبعا احنا مش لازم نستشير، بس تستشير الناس اللي تقدر تفيدك فعلا. يعني انا دلوقتي عايز افتح مطعم وعامل فيسابيليتي ستادي وعامل خطة وعامل بتاع، اروح لحد فاهم في المجال ده يقول لي ايه الدنيا، يقول لي اعمل ولا ما اعملش، يقول لي الكابيتال اللي معايا ده، راس المال اللي معايا ده ينفع ولا ما ينفعش. بس مش هروح لاي حد اقول له والله انا عايز افتح مطعم، مش هقعد مع صاحبي على القهوه واقول له والله صاحبك ده يفهم ايه في المطاعم، يفهم ايه في المطعم، ينجح امتى ويفشل امتى، ما فهمش حاجه. فما تقعدش بقى مع شويه بتاع بقى تقعد فاهم يعني ايه. انتقي من تستشير، ولكن في العموم ما تقعدش مع اي حد وتقعد ايه تقول انا هدفي ده وهدفي ده وهدفي ده. دي اكتر حاجه بتجيب الفقر يا جماعه والله، اصلا ان الواحد يقعد يتكلم في حاجه هو لسه ما حطش فيها قلم. فخليك دايما انتقي
الناس اللي حواليك، الناس اللي هتقعد معاها، الناس اللي هتقضي معاها وقت، عشان هم دول اللي هيبقوا السبورت نتورك بتاعك. ولو ده مش موجود يبقى بلاش واحسن، بلاش واحسن، واعمل في صمت. طيب خلصنا من الناس والسلبيه بتاعتهم، سيبقى عدو الانسان الاول هو نفسه. ما تقاوحنيش في النقطه دي. عدو الانسان الوحيد والاول هو نفسه. نفسك هتقعد تقولك طب وبعدين، طب انت هتوصل لايه يعني يا عم بالكلام ده؟ طب انت يعني هتنجح ازاي لوحدك؟ طب انت الفلوس دي هتكفي يعني؟ طب انت هتسافر تعمل ايه؟ هتتبهدل وتتنيل وترجع زي ما عمر رجع وشريف رجع وكريم رجع ومش عارفه مين مات هناك ومين مات هنا والدنيا هتبوظ خالص. لازم تشيل وتلغي وتمحي السلبيه من حياتك تمام. لما يكون عندك هدف قدامك ما تشوفش غيره، ما تشوفش غيره. انت يمكن ممكن اكون بكلم ناس كتير قوي ما وصلتش للمرحله دي في حياتها، ما اتحطتش في النقطه دي في حياتها، ما تخيلتش ان هي ممكن يبقى عندها هدف واحد وتمشي وراه. بس انا بقولك هي ممكن تجيلك عادي، ممكن تيجي لاي حد. اصل انت انت اللي بتطلع الهدف ده من جواك، مش هو اللي بيجيلك. يعني الهدف مش هيجي يقولك انا الهدف بتاعك على فكره، لا، انت اللي هتقعد تقول انا بحب كذا، يبقى أنا عندي شغف في كذا، او انا عندي حاجه عايزه اثبتها لنفسي في كذا، يبقى انا هعمل كذا. انت اللي بتقعد تخلق الهدف بتاعك لنفسك. ف وفي نفس الوقت انت اللي بتقعد تخوف نفسك من الوصول للهدف ده. يعني هي برضو دايلما هنعمل ايه؟ فلازم تحاول على قد ما تقدر ان انت ما تكونش سلبي في حوارك مع نفسك عن اهدافك وطموحاتك والحاجات اللي انت عايز توصل لها. خليك ايجابي في حوارك مع نفسك. وانا الكلام ده قلته وما زلت هقوله، بس انا بحاول بقوله بكذا طريقه عشان يوصل، عشان يتشرب. فاهمين؟ فدي كانت اخر نقطه في الكتاب. ولازم اهم حاجه برضو، يعني حاول، معلش انا عارفه انه صعب وانا عارفه ان الدنيا صعبه، بس حاول على قد ما تقدر تبص لنص الكوبايه المليان. ابوس ايدك، بص لنص الكوبايه المليان. بلاش تبقى شخص مش شايف حاجه غير الحاجات الوحشه. مفيش حد بينجح وهو بالمنظور ده يا جماعه. مفيش حد بيوصل لحاجه بالمنظور ده، عشان تبقوا فاهمين. ده طريقه تفكير محطمه ليك وللي حواليك. يعني مفيش حد وصل لحاجة كان قاعد في يوم بيقول، او هو طريقة تفكيره في العموم بتقول انا مش هوصل، انا مش هعرف، الدنيا صعبة، الظروف جاية عليا. انا عارفة ان الدنيا صعبة والظروف جاية عليا. وطبعا هو الحاجات دي ارزاق، بس انت لازم تسعى. فبما انك كده تسعى، وكده بتتعب، وكده طالع عين خالتك، فاعملها بإيجابية احسن، اعملها بتفاؤل احسن، لان انت هتعملها كده. مفيش حد بيقول اصل الظروف مش حلوه، اصل مش عارف ايه، ويقعد في البيت. ما انت كده هتنزل تشتغل، بس بدل ما هتشتغل شغلانه احلامك هتشتغل اي حاجه وخلاص عشان تجيب فلوس. فانت كده شغال، كده هتحط ال8 ساعات، كده هتنزل من البيت، وكده هتنزل في الرعد وفي البرق وفي الشتاء وفي الحر وفي كل المواسم. اعملها وانت مرتاح ومبسوط احسن ما تعملها وانت متقدر ومتضايق وقرفان. بس اتمنى تكونوا اتبسطتوا في هذه الحلقه، وان شاء الله معانا كمان فاضل 7 كتب ان شاء الله نخلصهم قبل رمضان. مش عارفه ليه ما بلاقيش حاجه اقولها في اخر الفيديو غير ان انتوا تعملوا سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب خلاص.